امبارح في امان الله الساعه 11، لا مش 11، الساعه 1:30 بالليل، قاعد في امان الله بتفرج على مسلسل مطعم الحبايب بتاع احمد مالك وهدى المفتي. قاعدين امبارح وانا قاعد بتفرج كده والاقي لك خبر عاجل جاي لي على التليفون: اسرائيل تهاجم ايران، مش عارف ايه وايه وايه وايه، وقصه حزينه. فطبعا انا مش داخل عليا دماغ اسرائيل وايران والقصه الجميله بتاعت اللي بيحصل دي. وعايز اقول لكم يا جماعه ان ايران دي يعني محور الشر فعلا. يعني اسرائيل لما بتقول محور الشر ايران ومش عارف مين ومين، ايران فعلا محور الشر. يعني هي واسرائيل ما يفرقوش عن بعض حاجه، الاتنين اوساخ يعني. طيب خلونا نرجع كده ورا شويه كده لايام الصحابه. ايام الصحابه كان في زمان واحد من الصحابه كان مسيحي الديانه قبل ما يخش في الاسلام، كان اسمه صحابي تميم الداري. وتميم الداري كان واحد من الناس اللي كانوا راكبين مركب وراحوا يعني للتجاره بيسافروا بلاد من خلال البحر. المهم المركب اللي كانوا راكبينها في عرض البحر، المركب دي تاهت وما بقتش عارفه وجهتها فين، وفضلوا تقريبا شهر في الميه بيحاولوا ان هم يوصلوا لمكان معين، اي حاجه توصلهم ان احنا يعني حتى يريحوا شويه الكلام ده كله. المهم في يوم من الايام وهم في عز التوهه دي، تميم الداري وجماعته لقوا نفسهم داخلين على جزيره. ولما وصلوا للجزيره دي قال لك بس احنا كده ايه، هنريح شويه والدنيا تبقى تمام وزي الفل والحياه حكايه يعني. نزلوا على الجزيره، فالمهم لقوا كائن شكله وحش جدا، مشعر بشكل مخيف وصوته يخوف بشكل اكتر خوف. الكائن ده او الدابه دي اسمها الجساسه. فهم لما شافوها طبعا جريوا، كانوا مولعين شعلة نار، فبيسألوها بيقولوا لها من أنت أو من أنت؟ فقالت لهم أنا الجساسة، اذهبوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه في شوق إلى أخباركم، اذهبوا إليه. طبعا هم راحوا على الدير اللي الجساسة قالت لهم عليه، لقوا واحد متسلسل من إيده ورجليه ورقبته، وشكله يخوف، شكله يرعب، وصوته وحش، وعينيه ممسوحة شوية. يا جماعة هو المسيح الدجال. دول الصحابة اللي شافوا المسيح الدجال وراحوا بلغوا بيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب المسيح الدجال سألهم على كام سؤال: اخبروني عن بحيرة طبرية، هل بها ماء؟ نعم كثيرة الماء. فقال لهم يوشك ماءها أن ينضب، أو خلاص مش هيبقى فيها مية. اخبروني عن نخل بيسان في الأردن، هل يثمر؟ نعم يثمر، يوشك وألا يثمر. اخبروني عن نبي الاميين، عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. كم سؤال كده سالهم المسيح الدجال للمجموعه اللي كانت مع الصحابي تميم الداري، وردوا عليه وقعد يسالهم على شويه تفاصيل كده. فقال لهم لم يأن لي الاوان ان يأذن لي بالخروج، او ان انا اظهر يعني، او ان انا اخرج للناس. الكلام ده بكلمكم في 1400 سنه يعني، 1450 سنه يعني. انت بتتكلموا في سنين يعني، ولسه الاذن ما جالوش. فانتم متخيلين انه ممكن الاذن يجي للدجال في اي لحظه. وسيدنا النبي عارف مين اللي هيحارب الدجال، وعارف اساميهم، وعارف المهدي المنتظر يكون طالع منين والكلام ده كله. طيب انا بقول لك كل القصه دي ليه بقى؟ اولا عمر الدجال في الارض 40 يوم، يوم زي سنه، ويوم زي شهر، ويوم زي اسبوع، وبقيه الايام زي ايامنا العاديه بالظبط. احسبها انت بقى يعني. هو 40 يوم، اول يوم هيبقى سنه كامله، تاني يوم هيبقى شهر، تالت يوم هيبقى اسبوع، ومن اول رابع يوم الايام هتمشي عادي. كويس. تفاصيل كتير بتحصل في ظهور الدجال، وهي مثلا ان اللي هيساعد الدجال هم جيوش الطيالسة، اللي هم مين؟ اللي هم يهود اصفهان، اليهود اللي عايشين في ايران، غير اليهود طبعا من بني اسرائيل او اللي هم الاسرائيليين. طيب يا سيدي ماشي، ايه تاني يا عم احمد اقول لك انا؟ النهارده لما نسمع خبر ان ايران هتضرب اسرائيل ب 250 صاروخ، مفيش ولا صاروخ فيهم يحمل رأس متفجر. انت متخيل 250 صاروخ ضرب على اسرائيل؟ الهجمه اللي كانت حصلت كنا كلنا فرحانين وبنهلل فيها دي، بس بعد شويه بحث كده يعني لقيت الصاروخ نازل في الارض في الحفره وغارز، لكنك بترمي رمح كده بالظبط يعني. صاروخ واحد بس لو كان فيه رأس متفجر كان خد المساحه اللي ينزل يضرب فيها دي، وخد فيها بيوت، وخد فيها عربيات، وخد فيها الكلام ده ما حصلش خالص يعني. ويوم ما صاروخ نزل على واحد فلسطيني قطمه يعني. صاروخ بعد ما اتضرب وقع، فراح نزل على واحد فلسطيني، نزل عليه زي ما هو كده يعني، مش مفرقع ولا حاجه، ونزل بتقله عليه موته.
250 صاروخ ما يتحطش فيهم ولا اي حاجه راس متفجره. احنا بنقول لكم يا جماعه ان احنا ايه هجمنا، واللي قبلها الهجمه بتاعت المسيرات فاكرينها؟ يا جماعه احنا دلوقتي هنطلع الطيارات المسيره بتاعتنا عشان تضرب اسرائيل، والامريكان وقفوا مش عارف مين وقفوا، وطبعا الدفاعات الاردنيه وقعت طيارات في الاردن ومش عارف ايه، وقصه كده حزينه. طيب امبارح اسرائيل ضربت حوالي 50 هدف في ايران، ماشي. يقال ان اسرائيل بلغت ايران بالاهداف اللي هتضربها. يا جماعه التمثيليه دي تمثيليه حزينه. كان في حد امبارح بيقول لي اللي يقول لك تمثيليه ومش تمثيليه راجل مش عارف ايه. لا يا محمد مش كده. يعني امبارح انا هرد على ايران عشان خاطر هجمت علينا، فانا هكلمهم يا جماعه لو سمحتوا انا هضرب قهوه التن في شارع التلاتيني بتاع ايران. نعم مفيش كده. فهو في ايران واسرائيل بينهم مصالح مشتركه، زي مثلا ان في حجم استثمارات ضخم جدا لاسرائيل في ايران، زي ان اكبر تجمع لليهود في الشرق الاوسط كله هيكون موجود في ايران، بالتحديد في اصفهان. القدسيه اللي بيتعامل بيها اليهود في ايران مع ايران كدوله ما تقلش قدسيه عن اليهود اللي داخل الاراضي المحتله وبيتعاملوا مع اسرائيل ان هو الوطن الاكبر والوطن الام والكلام ده كله. ايران بالنسبه لهم حاجه مهمه جدا 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 يعني. طيب ايه اللي بيعملوا الجماعه بتوع ايران في سوريا؟ اقول لك انا يا باشا، بيدبحوا السنه تما. طيب حزب الله بيعمل نوش مع اسرائيل؟ بيعمل نوش وكل حاجه، بس حزب الله برضه ما تقلعوش من رجلك. يعني احنا معاهم في اللي بيعملوه في اليهود، بس بره اليهود هم كلاب. والله يعني ما تستغربش من كلامي، يمكن الحلقه دي تثير الجدل وتقلب الناس عليها شويه، بس والله اللي حصل من الجماعه بتوع حزب الله مع السنه في سوريا ومع السنه في اي مكان، سواء كان في العراق او في سوريا او في اي حته، والله ما يقل حاجه عن اللي عملوه الصهاينه في اخواتنا في فلسطين. حط 50,000 خط على الجمله اللي انا بقولها لك دي. انما انا انا كمواطن كمسلم عربي حر فرحان طبعا لما بيحصل مناوشات بين حزب الله واليهود، وفرحان ان هم بيخلصوا على بعض، فرحان جدا جدا جدا. فدي حاجه تبسطني جدا طبعا. يعني ان انت تضرب لي واحد يهودي وتموته، طبعا هتبسط واسقف لك كمان، بس انت ما تفتكرش نفسك ان انت كده بقيت صالح بالنسبه لي، يعني كراجل سني، لان انت عملت بلاوي في سوريا وفي العراق وفي كذا مكان انت عارفه كويس جدا. طيب انا عامل كل الفيديو ده ليه؟ عشان اقول لك يا باشا ان ايران واسرائيل هم وجهين لعمله واحده، فلا تنساق. بمعنى ان احنا بنشوف ايران بتعمل شويه نواش لاسرائيل، فبتكلمه يا نتنياهو بقول لك ايه، سلام عليكم، بقول لك اشرب قهوتك والنبي وتحرك من بيتك عشان خاطر احنا نضرب حوالين البيت كده. مرشد يا ايراني بقول لك ايه، احنا النهارده هنضرب 50 هدف في ايران، فانا عايزك مثلا تروح تصيف مثلا في كوالالمبور لغايه ما نخلص ضرب ويرجع. يا جماعه مش كده يعني. لكن اللي بيحصل ما بين ايران واسرائيل ما هو الا تمثيليه كوميديه رديئه، حاجه كده بتموع النفس. فانت لو هتدعي دلوقتي تدعي تقول يا رب الخير والحريه لاهلنا في فلسطين، ويا رب احمي بلدنا مصر، يا رب احمي بلدنا مصر برا وبحرا وجوا، يا رب احمي حدودها واحمي جيشها واحمي بلدنا كلها واحمي كل المصريين يا رب، واجعلهم سالمين غانمين. لان في تمثيليه كبيره بتدار من السودان ومن ليبيا ومن فلسطين ومن كل حته حواليك علشان خاطر بس انت ايه تتحس، بس ربك موجود يعني. فاي حد يقول لك ايران الحبايب والكلام ده، اقول له امك في العش الله طارت. السلام عليكم.